من الحاجات اللي سهلة عليك تتمتع بيها في الدنيا هي الفرجة على نجوم السماء. حاجة كده بسيطة وبتريح. بس هو احنا هنفضل كده نتفرج وخلاص؟ احجز لنفسك مكان وسط النجوم واكتب اسمك عليه. ما تكتفيش بانك تبص على السماء وتفرح بمنظرها وبس. حاول تفرح الناس اللي مش قادرين يبصوا للسماء، لان همومهم عمياهم وحانية ظهورهم. ريح الناس بوجودك وسطيهم، خليك سعادة للي حواليك. ولو الناس مش قادرة ترفع راسها وتشوف حلاوة الكون، انزل لها انت وخليك نجم على الأرض. مش شرط تبقى مشهور عشان تقدر تعمل ده. في طوب كتير على الأرض أغلى من نجوم في السماء. طوبة ولا نجمة الاتنين حجر، بس الفرق ان دي على الأرض والتانية مكانها السماء. مع ان ممكن اللي على الأرض تفيد الناس أكتر من اللي موجودة في السماء. خلي الناس تشعر ان الحياة فيها اللي يستاهل تتعاشله بسببك انت. وفكر ازاي بقى تعمل ده. يعني مثلا ممكن تتعلمي كروشيه وتتبرعي بإنتاجك لجمعية خيرية، أو تروحي بنفسك وتهادي بيه حد محتاج، أو تتعلم إسعافات أولية وتعرف ازاي تدي حقن. في ناس كتير بتتعب بعيالها بالليل وبتدوخ على حد يديها حقنة. أو انت ممكن بده تطمن قلوب كل الناس اللي في منطقتك، عشان لو تعبوا في أي وقت هيلاقوا حد ينجدهم. ممكن كمان تستنى وقت خروج المدارس وتعدي الولاد الصغيرين الشارع، أو تقف تنظم المرور، أو حتى تنزل الشارع مخصوص عشان تبتسم في وش أي حد تقابله. شوف انت متميز في ايه وتعرف تعمل ايه وفرح الناس بيه. استحالة تلاقي حد فرحان من قلبه وكل اللي حواليه زعلانين. إنما طبيعي جدا مهما كنت زعلان تفرح بمجرد وجودك وسط ناس فرحانين. فالأول فرح الناس، هتلاقي نفسك فرحت. اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي حالا هي اللي مضمونة، بكرة يمكن ما يجيش. اوعى اللحظة دي تفوت عليك من غير ما تفرح نفسك فيها. صوت جواك.